ضروري اللي سمعتي هاد الاغنيه غادي تفكر حاجه وحده. سلمى قولي لي غير كلمة، راني نسيت راسي عيني يشوفوا في السما. هي هذيك الصابري والانجازات اللي دارها المنتخب المغربي في المونديال. فين شحر دو تفوصلنا القمر الفري ونطيحو لاكار مشارير خسرة الدمار باريتونجي نقصدو دار. الحاجه اللي كتصدم واللي ما غاديش تعجب كاع المغاربه هي ان الصابري مهدد بالقتل في الطاليان. داكشي علاش خوا الطاليان ومشى لالمانيا. دابا حاليا كيتواجد في المانيا، فخليونا نعرفوا علاش. اللاعب المغربي كينتمي لواحد الفرقه طليانيه سميتها فيورنتينا، وكيرتدي القميص رقم 11. اللي طرا مؤخرا هو من بعد واحد الماتش اللاعب المغربي بدا كيتلقى تهديدات من الالتراس، يعني المشجعين ديال فيورنتينا. ولكن هادشي غريب، علاش المشجعين ديال الفرقه ديالك غادي يرسلوا لك تهديدات؟ اجي نفهموا علاش. في الطاليان كاينين جوج الفراقي اللي ديما مضادين، فيورنتينا وسامبدوريا، بحال الشكل ديال الرجاء والوداد عندنا في المغرب. في اخر ماتش ما بين هاد جوج ديال الفراقي الصابري حيد القميص ديالو وعطاه لواحد الدري صغير من الفرقه ديال سامبدوريا، وهذا الشيء اللي اعتبروه الالتراس بانه اهانه وعدم احترام للفريق، وبالنسبه لهم هذا جرم لا يغتفر. ومن ثم بداو التهديدات للصابري بانهم غادي يقتلوه وبزاف ديال الحوايج، الشيء اللي خلاه يخوي الطاليان ويمشي يستقر في المانيا. الصابري قدم لهم واحد الشرح، قال لهم بلي انا راه ما عطيتوش على اساس المشجع ديال الفريق الاخر، ولكن راه عطيته لطفل مغربي كان هاز العالم المغربي، فديك الشيء علاش عطيته له، ما كان عندي حتى شي سوء نيه. وحط في الحساب ديالو في انستغرام واحد الفيديو ديال هذاك الدري اللي عطاه القميص ديالو لابسو وهز العالم المغربي باش يبين الصدق ديال ديك الهضره اللي قال. Per la maglia, sono molto contento. Viva Maghreb! كنتمناو هذا الخلاف اللي طرا ما بين المشجعين واللاعب ما يبقاش، واللاعب المغربي يبقى دائما في تألق.